وصفتنا اليوم دجاجة كروازية محمرة ومعمرة بحشوة كتجمع بين المالح والحلو كما كيمتاز المطبخ المغربي. أول حاجة غادي نشرملو الدجاجة، غادي نحتاجو ملح إبزار، سكينجبير، خرقوم معرك، تومة محكوكة، واللوب ديال حامض مصير، قزبر ومعدنوس، والدامة ديال الزعفران. غادي شوية الماء باش نشرمل الدجاجة. نخلطوا المكونات ديال الشرموله. ناخدو الدجاجه كروازيه بعد ما غسلناها مزيان ورقدناها ليله كامله في الحامض وسكينجبير. غادي نشرملو الدجاجه وغادي نطقبو الصدر بموس. نخليو الدجاجه مرقده ساعتين ولا من الاحسن ليله كامله. هنا غادي نمشي نحضر الحشوه تاع الدجاجه. غناخد مقلاة نوضع فيها الزيت وبورو، نخليه تيهبط ونزيد عليه ملح وابزار والثومه محكوكه، نخليهم تيتشحروا مزيان. هاد الحشوه هادي كتجي لذيذه بزاف، كتجمع بين المالح والحلو، غادي تولي معتمده عندكم. تعمروا بها الدجاج الكوكلي. هنا بعد ما هبط عندي البورو غادي نضيف قطع من صدر الدجاج، غنخليه يتشحر. يتشحر معايا صدر الدجاج. غادي نضيف العطريه، سكينجبير، خرقوم معرك، كزبر ومعدنوس. غنخلط مزيان، نخلي الحشوه تطيب مزيان. من بعد نطفي النار، غناخد واحد جوج برقوقات، جوج مشماشات، وشويه ديال الزبيب غنقطعهم قطع صغيره وغادي نضيفهم الحشوه. وناخد اللوز هاشي بعد ما حمرته غادي نضيفو تاهو الحشوه. غنخلط مزيان. وهنا غادي نضيف إبلي مسلوق. غادي نخلط الحشوه مزيان. وغادي ناخد هاديك الدجاجه كروازيه وغادي نعمرها بهاد الحشوه باش زوين. الدجاج كروازي تيبقى مجموع وشاد فراسو. كما كتعرفوا الدجاج كروازي كياخد شويه طياب، لهذا غادي ناخد واحد الكوكوت. غادي نوضع فيها الدجاجه كروازيه، ديما ندير الصدر هو اللي لتحت. وناخد هذيك العطريه اللي بقات لي نزيد لها شويه الماء ونحطها. نقلي الدجاجه مزيان عاد باش نضيف البصله مشلضه ونسد عليها تقريبا واحد الساعه الا ربع. بعد ما طابت الدجاجه حيدتها من الكوكوت، خدات معايا تقريبا شي 45 دقيقه. غادي ناخدها وغادي ندهنها بالزبده والهريسه. الا كنتو كتفضلوا الحار، ما كنتوش تفضلوا الحار ديروا التحميره، الزبده والتحميره. غادي ندهن الدجاجه ديالي مزيان من الفوق وغادي ندخلها للفرن تحمر. من بعد نعاود نخرجها ونقلب الدجاجه وندهنها من الاسفل، نخليها حتى تاخد اللون مزيان. ونخلي الدغميره نخليها حتى تشد راسها وتعقد. غادي نضيف ليها الزيتون الاحمر، شويه ديال القرفه. وغادي ناخد الكبده اللي ديجا سلقتها في ورق سيدنا موسى وشويه الحامض وقطعتها طراف صغار. غادي نضيفها على الدغميره ونخلي الدغميره تشد راسها مزيان. في هذه الاثناء غادي نحضر معكم السلطات المرافقه للدجاجه. غادي ناخد واحد الكاسرونه نضيف فيها الماء، نحاولوا ما نكثروش الماء. غنضيف فيها بطاطا مقطعه قطع مربعات صغار. غادي نضيف القزبر فقط، ماشي القزبر ومعدنوس، غير القزبر، والثومه محكوكه، ملح ابزار، وزيت الزيتون. ونخليها تسلق في هذاك الماء حتى كتشرب هذيك العطريه كامله. هذا هو الشكل ديال البطاطا بعد ما تسلقات وشربت هذيك الماء بالعطريه. غناخد واحد المقلاة نضيف فيها زيت الزيتون، ثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس، ملح ابزار. نخلطهم مزيان ونضيف لهم اللوبيا خضراء بعد ما سلقتها في ماء مملح. غنخليها تشحر مزيان حتى تشرب هاد العطريه. غادي نحيد اللوبيا وغناخد نفس المقلاة ونوضع فيها زيت الزيتون، ثومه محكوكه، قزبر ومعدنوس، ملح ابزار. وغادي نضيف ليهم الخيزو بعد ما سلقناه حتى هو في ماء مملح. غادي نخليه يتشحر مزيان ويشرب هاد العطريه. في هاد الاثناء غادي نضيف ليه واحد شويه ديال عصير الحامض.
وهذه الدجاجة ديالنا بعد ما خرجتها في الفران وتحمرات، والدغميرة بعد ما شدات في راسها وعقادت. غادي نقدم الطبق معكم على هذا الشكل. وغناخد السلطات غادي نضيفهم في طبسيل بحال هكا على هذا الشكل. هذه البطاطا كتجي لذيذه بزاف، غادي تعجبكم، غتولي معتمده عندكم. وهذا هو الخيزو بعد ما شحرته، واللوبيا خضراء. وهذا هو الطبق ديالنا اليوم، نتمنى يكون عجبكم. الدجاجه كتجي طيبه من الداخل، كتجي زوينه. انا حليتها معكم تشوفوا الحشوه من الداخل كي جات. نتمنى يعجبكم الفيديو، وبالصحه والراحه.